السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله زي ما انتم شايفين كده هنخزن مع بعض طماطم، صلصة طماطم هنخزنها ونحطها في الفريزر. هنعملها يا جماعة بطريقة سهلة خالص. وكمان لو عندك كمية كبيرة جدا من الطماطم هتعمليها في سرعة البرق، يعني هتعمليها بسرعة جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي مع بعض عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل قوي. يلا بينا. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. انا عندي هنا عدايه من الطماطم. شوفي بقى انت عايزه تعملي كميه قد ايه، على حسب الكميه اللي انت عايزاها اعمليها. وهقطعها وافرمها في الخلاط بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. هنملى بقى الشفشه بتاع الخلاط كده، طبعا لو في اي حاجه وحشه فيها هنشيلها. استغلي بقى يا جماعه الموسم بتاع الطماطم. زي ما انتوا عارفين الطماطم بتبقى الموسم بتاعها في الشتاء، طبعا هي شتاء صيف، بس عامه في الشتاء بتكون احلى. يعني في الشتاء بتكون حلوه جدا كده، والموسم بتاعها كده، وبتبقى الطماطم كتير وكمان رخيصه. استغلي بقى ان الطماطم الايام ديت رخيصه، واعمليها زي ما انا هعملها كده وحطيها في الفريزر. خزنيها بقى رمضان، خزنيها للسنه كلها. انا عامه خزنتها للسنه كلها. يعني مش للسنه كلها، ان انا مش بشتري طماطم من بره خالص، لا انا بشتري طماطم بس بشتري للسلطه. لما بتكون رخيصه بشتري وبسيب اللي في الفريزر. لكن طول ما الطماطم غاليه لما بتوصل 20 و25 وكمان ساعات بتوصل ل30، لا مش بشتريها خالص. بطلع من اللي عندي في الفريزر. لكن طالما الطماطم رخيصه انا بشتريها من بره عادي. لا غليت خلاص بشتري للسلطه بس. لكن غير كده بطلع من الفريزر. بصوا بقى يا جماعه، حطيتها فضيتها من الشفشق بتاع الخلاط وكمان صفيتها بالشكل دوت اهو. التفل ده بقى هنرميها، لان التفل ده لو قعد فيها هيبوظها. شايفين بقى الطماطم ملحمه كده وجميله، يعني مليانه لحم من جوه مش فاضيه. اهم حاجه يا جماعه الطماطم لما نيجي نجيبها ما نجيبش الطماطم اللي هي الخفيفه ديت اللي بتبقى فاضيه من جوه، لا نجيبها اللي هي الملحمه اللي بتبقى مليانه لحم من جوه ديت. نغسل بقى باقي كميه الطماطم ونقطعها برضو بنفس الشكل ونصفيها، وبعد كده هقول لكم نعمل فيها ايه تاني. بصوا بقى الطماطم بدأت تغلي اهيت. طبعا نقلبها عشان ما تتمحش على البوتاجاز. لو سبتها يا جماعه الريم دوت هيعلى يعلى ويروح نازل كده مبهدل البوتاجاز كله. بصوا نقص شويه ازاي. وكمان حطيت في حله تاني. طبعا ديت مش عدات الطماطم كلها، انا مليت الدرج بتاع التلاجة وعملت كمان حله كاتشب. يعني انا عملت الحلتين دول وعملت حله كاتشب، بس الكاتشب ما صورتوش. انا كمان بحب اخدع كده منها ببصل او بسبك بيها بصل، وبحطها برضو في الفريزر. بس بما ان البصل غالي اكتفيت ان انا اعملها على كده من غير بصل، اعملها صلصه كده زي ما انتم شايفين واحطها في الفريزر. ولما اطلع منها اخدع البصل واروح حاطه يعني الكيس المجمد دوت على البصل على طول. او تحطي كوبايه ميه، يعني نص كوبايه ميه كده على البصله ان انت ترشي بيه البصله. وبعد كده تروح حاطه كيس الطماطم. تتخدع مع بعض هتبقى كانها يا جماعه لسه ضربنا في الخلاط وحاطينها على البصل على طول. بصوا بقى غلت اهيت. خلاص هي كده قربت اطفي عليها. طبعا مش هنسيبها لغايه لما تتقل قوي. هي الطماطم بتاعتي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، شايفين عامله ازاي؟ ما فيهاش ميه خالص. وهي الحله التانية بدات تغلي اهيت. بصوا بقى يا جماعه عشان تصدقوني، ديت عندي هنا من السنه اللي فاتت. ديت يا جماعه من رمضان اللي فات. بصوا قاعده. طبعا كنت مخزناها قبل رمضان برضو. قاعده عندي هي من السنه اللي فات ما فيهاش اي حاجه. وديت اللي البصل اللي انا بقول لكم عليها. طبعا هي كده ليها سنه بالظبط في الفريزر او سنه الا شهرين. قاعده اهي بطبخ بيها ولا جرت لها اي حاجه. بصوا يا جماعه عشان الناس اللي هتقولي ان انتي جمدتيها وبعد كده صورتيها اهيت. ديت لسه انا ما عبيتهاش ولا اصلا طفيت عليها، وديت اهيت لسه طلعتها عشان اغسل الدرج. زي ما بقول لكم يا جماعه اعملوها كده هتنفعكم جدا. لما الطماطم تكون غاليه قوي مش هتضطري ان انت تشتريها للطبيخ ولا حاجه. هتشتري على قد السلطه، على قد مثلا شويه بيضه تعمليهم، على قد شويه فول، على قد الحاجات اللي هي البسيطه ديت. وكمان ممكن تشيلها في الفريزر برضو متقطعه عادي، بس ديت مش هتطول قوي. لكن ديت بتقعد السنه كلها. شايفين بقى جميله ازاي؟ ولونها ما شاء الله برضو هي كانت حمرا وجميله. شايفين يا جماعه؟ طبعا هنا كانت بردت وهعبيها بقى في اكياس.
كمان انا سبتها لغايه لما تقلت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. مش المفروض ان انا اسيبها لغايه لما تتقل كده، لا هي غلوتين 3 وبتطفي عليها، بس انا سبتها كده لغايه لما اتسبكت يعتبر. ديت جاهزه يا جماعه، على طول هتطلعيها بقى تعملي بيها مكرونه، تحطيها كده على صينيه بطاطس، تسيبيها لما تفك وتروحي حطها على صينيه البطاطس، تعملي بيها اي حاجه، تخدعي البصله وتروحي حطها عليها. يعني ليها يعني كذا طريقه كل حاجه. يعني هتعملي صينيه البطاطس هتبقى معاكي، هتعملي البصله هتبقى معاكي، كل حاجه هتبقى معاكي. وممكن تطلعيها كمان تعملي منها صلصه البيتزا. انا برضو بقى اطلع منها واعمل منها صلصه البيتزا، يا دوبك بحمر التومه واروح حاطه عليها الكيس المجمد دوت على طول. عبيها بقى في اكياس كده وحطيها في الفريزر. بصوا يا جماعه، ديت الكميه اللي هي بتاعت الحلتين، انا فضيتها كده بالشكل دوت، وبعد كده عملت حله تالته ورحت حطاها معاهم. نطلع بقى من تحت اللحاف وننزل نشتري الطماطم. مصدق ما الطماطم رخيصه الايام ديت، ننزل نشتريها ونحطها في الفريزر. شايفين يا جماعه عامله ازاي؟ اظن الطريقه سهله خالص، مش محتاجه اي حاجه. تعالوا بقى يلا نحطها في الدرج بتاعي. طبعا الدرج انا غسلته اهوت، وهنبدا بقى نرصها. لما تيجي ترصيها يا جماعه في الفريزر ما تحطيهاش بشكل عشوائي كلها فوق بعض، عشان تبقى سهله عليكي لما تيجي تتلافي. وقفيها بنفس الشكل ده كده عشان لما تيجي تلافي الكيس يبقى سهل خالص وانتي بتطلعيه من الفريزر. بصوا كده، ديت الكميه بتاعت الحلتين. وديت يا جماعه كده الكميه بتاعت التلاتة. ديت كده 3 حلل زي اللي انتوا شفتوهم. لو عجبك بقى الفيديو بتاع النهارده، ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، يا ريت بقى ما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك للقناه عشان يوصلك مني كل جديد. وباي باي.